السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. أخبارنا عن الكرة المصرية، أهلي وزمالك، زمالك وأهلي. ولو عجبك الفيديو اعمل لي تعليق جميل شجعني بيه، واعمل لايك وشير، ونبدأ على طول عشان ما اضيعش وقتك وما اطولش عليك. النهاردة معانا أخبار مهمة جدا عن الأهلي وأخبار مهمة عن الزمالك. معانا طبعا مهاجم الاهلي الجديد اللي عمل دوشة، معانا العقوبات والصدمات اللي جاية للاهلي قبل مباراة السوبر الافريقي، وكمان مين المدافع اللي الاهلي هيطلعه اعارة، مدافع اساسي عنده هيطلعه اعارة. واقول لك ليه صفقة زيزو مع الشباب السعودي اتعطلت على اخر لحظة، وهل اسوريو هرب ولا ما هربش. كل ده هنعرفه من خلال الفيديو. كمل الفيديو هيعجبك، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة. اول حاجة عندنا نادي الاهلي يا جماعة، ما تعرفش فيه ايه، او يعني المفروض النادي الاهلي ده هو اللي ايه اللي عامل صوت لمصر بره. النادي الاهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي مشرفك بره. النادي الاهلي هو اللي يتقال عليه نادي عالمي. فهل انت بقى عشان هو يعني كويس نيجي على الشاطر بمعنى اصح، ونيجي على رافع راسك وتعاقبه؟ يعني انا مشكلتي ان انا كويس؟ طب انا ليه بقول الكلام ده؟ تعال اقول لك على اول حاجه. اول خبر هيخليك ايه تندهش كده، عن اهل اتحاد الكوره موقع على الاهلي عقوبه. تمام. العقوبه دي كام بقى؟ 200 الف درهم. سيبك من 200 الف، المهم الدرهم. هو احنا عندنا عقوبات بالدراهم؟ يعني احنا عندنا في بنود في اللائحة ممكن تعاقبني بدراهم ودنانير والكلام ده؟ حد مضى على الكلام ده؟ فده اللي الاهلي قالوا انت موقع عليا عقوبة. بعت خطاب للاتحاد وقالوا انت موقع عليا عقوبة 200 الف درهم. هو انا كنت مضيت على اي بند فيه عقوبات بالدراهم؟ ولا هي انا مثلا مسؤول النهارده قال لك ايه لا احنا نخلي العقوبة بالدراهم بمزاجه يعني، ولا ايه بالظبط؟ ده اول حاجة. فالخبر هنا بيقول لنا ان الاهلي ارسل خطاب رسمي لاتحاد الكوره عن سبب غرامه ال 200 الف درهم، لان بيقول لك هنا الاهلي لان الاهلي لم يمضي على اي لوائح او بنود في العقوبات اللي بالدراهم، ولا هي عقوبه تقديريه حسب هواء المسؤول. يعني الاهلي بيقول له هل انا مضيت على حاجه فيها دراهم ولا حاجه، ولا ده بمزاجكم؟ ده اول حاجه. طيب ايه الحاجات التانية اللي مقابله الاهلي، او ايه الصدمات التانية اللي مقابله الاهلي قبل ما اقول لك مهاجم الاهلي او اسم مهاجم الاهلي الجديد؟ وهل هو، وبرضه اقول لك رايي، هل هو مهاجم جيد ولا لا؟ العقوبه الثانيه، الكاف موقع عقوبات على الاهلي حوالي 550 الف دولار. ليه 550 الف دولار؟ قال لك قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف توقيع عقوبات على النادي الاهلي بسبب عده خروقات للوائح في نسخه دوري ابطال افريقيا. نسخه دوري ابطال افريقيا الاهلي عمل شويه حاجات، او نشوف الاهلي عمل ايه اللي هو اتعاقب عليه. العقوبات تأتي بسبب تأخر نزول اللاعبين لاعبي النادي الأهلي لإجراء عمليات الإحماء، والتأخر في النزول للملعب بين الشوطين، عدم إجراء تصريحات ولقاءات صحفية كما هو منصوص عليها. يعني لاعيبة الأهلي اتأخرت في النزول الملعب عشان تعمل الإحماء، واتأخرت بين الشوطين في النزول، وكمان ما عملوش لقاءات صحفية زي ما هو منصوص. وطبعا دي بتبقى حقوق تسويقية وكده. فوقع على الأهلي 550 ألف دولار. يبقى أنت عندك كده الاتحاد عاوز 200 ألف درهم، والاتحاد الافريقي الكاف عاوز 550 الف دولار. تمام. طب ايه تاني؟ في ازمات للاهلي تاني؟ في ازمات للاهلي تاني. محمود متولي مهاجم المدافع الاهلي، اصاباته كترت، اصاباته بقت كتير، واتصاب طبعا في المعسكر الاخير في النمسا. فبالتالي كولر خرجه خارج حساباته، والاتجاه دلوقتي ان هم يطلعوه اعاره لاي نادي اذا لم يكتمل شفاء. فالاهلي زي ما احنا شايفين كده ايه، بدأت اهو الدنيا تخبط قبل ايه الموسم الجديد. بس برضه هو الاهلي هو الاهلي وهو مكمل. طب ايه بقى حكاية المهاجم الجديد للاهلي؟ المهاجم الجديد يا جماعة عشان بس احنا كله قاعد
يرغي، وكل يوم نقول ده هو ده المهاجم ده خلاص بتاع الاهلي، مره نقول هو موليكا خلاص مضى مع الاهلي، وسوزا خلاص مضى مع الاهلي، ومش عارف مين مضى مع الاهلي. اخر اسم للمهاجم تم طرحه اللي هو انتوني موديست. انتوني موديست اللي هو مهاجم بروسيا دورتموند السابق. اللاعب ده لاعب فري حر، ممكن ينتقل براحته، وده كويس للاهلي عشان هيدفع فيه فلوس قليله. ده اللاعب ده كمان سنه 35 سنه، يعني الاهلي اذا جابه هيجيبه موسم واحد بس اعتقد، لحد ما يعرف، او حسب اداء المهاجم بقى هيجددوا معاه او مش هيجددوا معاه، لانه هو سنه كده 35 كبير بس امكانياته كويسه. 35 سنه بس هو امكانياته كويسه، وطوله 187 سم، وده طول مناسب جدا للمهاجم. كنترول كويس على الكوره، بيسدد كويس او فينيشر كويس، بينهي كويس قوي على المرمى. وكولر لانه طبعا عاوز يلعب كاس العالم للانديه بمهاجم اجنبي، مهاجم يكون كويس، مش هينفع يستنى بقى للتعاقدات الجايه، فهو دلوقتي حاليا ده اللي موجود قدامه. وكولر طبعا بالمناسبه هو اللي متولي الموضوع بنفسه، لان وكيل اللاعب صديق وكيل كولر، فكولر هو متولي الموضوع بنفسه ومقتنع باللاعب، وممكن فعلا يمضي للاهلي، بس زي ما قلنا لمده سنه واحده اللي هو انتوني موديست. وكولر كده بيقول للامير توفيق ريح انت بقى او اركن شويه وسيبني انا اتصرف، بما ان انا كل ما اقول لك على مهاجم مش عارف تخلصه، فسيبني انا اتصرف، وانا يا باشا اخلص اجيب المهاجم اللي انا عاوزه، حتى لو هجيبه سنه واحده بس العب بيه كاس العالم واشوف، وبعد كده نشوف بقى فيما بعد في التعاقدات الجايه مين نقدر نجيبه تاني ومين نقدر نستغنى عنه. ده الخبر بتاع مهاجم الاهلي، عشان ما نقعدش كل شويه نقول مهاجم الاهلي كذا ومين ومين، لحد دلوقتي مفيش حد عارف، بس ده الاقرب، ده اخر واحد اتعرض على الاهلي. طب بالنسبه لاخبار الاهلي، تعالى بقى لاخبار الزمالك. اخبار الزمالك اول خبر زيزو طبعا الشباب رفع العرض ل 8 مليون، رفع العرض 8 مليون. طيب ايه بقى مشكله الصفقه؟ الصفقه فعلا كانت ماشيه كويس جدا. طب ايه اللي حصل في الصفقه؟ الصفقه كانت ماشيه وزيزو فعلا كان خلاص هينتقل الى الشباب، لكن في لاعب في الاتحاد في الشباب كان المفروض هيخرج عشان زيزو هيجي بداله. اللاعب تمسك باللي هو يقعد في النادي لحد ما يحصل على جميع مستحقاته، وده وقف الصفقة مؤقتا. وهجيب لك الخبر حسب، وطبعا ده وفقا لسلطان العتيبي صحيفة الرياضية السعودية. الصحيفة بتقول: في مفاجأة من العيار الثقيل عاجل، كانت الصفقة قريبة حتى عصر اليوم. الشباب السعودي اتفق مع الزمالك على التعاقد مع أحمد سيد زيزو ب 8 مليون دولار، ولكن رفض المدافع البرازيلي إياجو الخروج حتى استلام كافة مستحقاته، ومما تسبب في تعطيل الصفقة. ودي كانت آخر أخبار زيزو. يعني هو زيزو فعلا كان رايح الشباب، المدافع البرازيلي إياجو رفض يسيب النادي غير لما ياخد مستحقاته، فصبروا شوية وقفت صفقة زيزو لحد ما يفضوا له مكان بمعنى أصح في النادي في الشباب. طب ايه تاني الخبر خاص بالزمالك؟ اوسوريو زي ما احنا عارفين بعد البطوله العربيه ادى اللعيبه راحه 20 يوم، وهو رفض ياخد راحه وقعد في مصر، ما مشيش لانه كان ليه مستحقات عند نادي الزمالك. مجرد ما خد المستحقات بتاعته من نادي الزمالك قال لك انا رايح اسبانيا عشان هلقي محاضرات هناك واحضر محاضرات وكده، وفي قلق دلوقتي حاليا ان هو يكون ناوي ما يرجعش، او في قلق من هروب اسوريو وما يرجعش، لان الفريق المفروض بدأ فترة الاعداد، واسوريو لسه كان المفروض هم منتظرين النهارده اللي هو الجمعة، منتظرين بكل قلق عشان لو ما رجعش كده يعتبر شكرا هو كده مش جاي، وبعد ما خد مستحقاته بمعنى اصح، اول ما خد مستحقاته ساب مصر ومشي، ومنتظرين لو رجع اوكي، ما رجعش يبقى هو كده مش راجع تاني. وادينا منتظرين معاكم نشوف اسوريو هرب ولا ما هربش. ودي كانت اخر اخبارنا، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير ودعمني بتعليق جميل كده يشجعنا ان انا اجيب لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.